السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنقدم لكم إن شاء الله حبيض سرقديد. كنحتاجو لهاد الوصفة 3 ديال المطيشات كبار بالقشور ديالهم، طحنتهم و سلقتهم وطحنتهم في المولينيكس وصفيتهم في الصفاية، بصلة محكوكة، قزبر معدنوس مقطعين، 50 غرام ديال محمصة، قديد فازق ليلة كاملة في الماء طايب. بالنسبة للزيت عندنا 2 معالق زيت الزيتون، 2 معالق زيت المائدة، معالق كبار. بالنسبة للعطرية نحتاجو الخرقوم، البزار، مطيشة ديال الحك، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة عامرة ديال السكنجبير. كناخدو داك القديد كنغسلوه مزيان من بعد ما فزقناه ليلة كاملة في الماء سخون، كنقطعوه طروفة. كنزيدو عليه زيت المائدة، زيت الزيتون، نديروه على نار هادئة باش يتشحر. القديد هو الأول كيتشحر مزيان، عاد كنضيفو عليه ديك البصلة محكوكة، بالتدريج كنزيدو القوام، من بعد ما كنشحرو البصلة مزيان مع القديد كنزيدو عليه داك الصلصة ديال المطيشة اللي حضرناها من قبل، كنحركو مزيان العناصر، كنزيدو عليهم العطرية، الملحة ومطيشة الحك، كنخلطوهم مزيان، كنزيدو عليهم لتر ديال الماء، كنسدو عليها الكوكوط، كنسدو عليها وكنخليوها طيب لمدة نصف ساعة أي 30 دقيقة. كنحلو عليها من بعد، كنضيفو لها داك المحمصة راه غسلتها ودرتها تقطر شوية، كنضيفو عاوتاني داك القزبور معدنوس مقطعين، وكنسدو عليها ولكن بلا صفارة غير عادي، ونبقاو نحركوها مرة نسدو عليها لنصف ساعة. بالمجموع خداتلي ساعة كاملة. في الطياب كنقدموها سخونة، راها كتجي زوينة في هاد البرد، هادي أكلة أمازيغية وهي كتجي زوينة بزاف. وتقدروا ديروا إلا ما كاين اللي ما يبغيش القديد يديرها بطرف هاد اللحم، كتجي حتى هي عاد باللحم كتجي زوينة. وكاين وإلا بغيتو تضيفوا عليها الحلبة أو أي حاجة بغيتو تضيفوا عليها، كيبقى لكم الاختيار. ما تنساوش إلا عجبكم الفيديو دعموني بالمشاركة، ابوني ودعموني بلايك، ضغطوا على الجرس، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله.